السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزيزي الأهلاوي. فيديو جديد ومواضيع جديدة جايين نتكلم فيها. بس قبل ما نتكلم ونقول أي حاجة نصلي على النبي وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا عزيزي الأهلاوي كلنا سمعنا امبارح خبر رسميا رحيل جوميز عن نادي الزمالك. طبعا الخبر ده ما يخصش الأهلاوية بس، لا ده أهلاوية وزملكاوية، فأي حد زملكاوي أو أهلاوي ما تنساش يا عزيزي تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك أو على اليوتيوب. خبر رحيل جوميز بقى يا عزيزي بالنسبة لأي حد زملكاوي فهو اتصدم. يعني فجأة كده جوميز هيمشي، فجأة كده جوميز يوم الأربع آخر تمرين اللي هو النهاردة آخر تمرين هيمرن الفريق فيه. طب وبعدين ليه الخبر كده طلع فجأة؟ والزمالك عنده ماتش المصري في الكونفدرالية الماتش الجاي. طب مين اللي هيمسك الفريق؟ طب جوميز كان الجمهور اتعود عليه، اللعيبة وثقت في جوميز، طب احنا هنعمل ايه؟ طب بالنسبة لأي زملكاوي دلوقتي بيسأل كل ده، بس هو فعلا جوميز ما يتلمش. يعني جوميز ما يتلمش، لا وكمان مش جوميز بس، يعني كمان اللاعيبه بتطالب بمستحقاتها من الاداره. فهو ولا اللاعيبه ولا جوميز يتلموا في الحوار ده. الحوار دوت اللي يتلم فيه اداره نادي الزمالك. اداره نادي الزمالك اللي مديها كل وقتها ومجهودها. هتجيب فلوس زيزو منين؟ هنجدد لزيزو ازاي؟ زيزو هيجدد بكام؟ ونسيت كل الحوارات دي، نسيت ان جوميز عايز يجدد، نسيت ان جوميز عايز لعيبه، نسيت ان اللعيبه اخدتش مستحقات. فانت ما تقدرش ولا تلوم اللعيبه ولا تلوم جوميز، انت هتلوم الاداره. الكلام ده انا بقول لاي حد زملكاوي، انت ما تلومش اي حد من دول، انت تلوم الاداره. الاداره هي اللي مديها كل وقتها لزيزو، عايزين يجددوا له وهيجددوا له كمان برقم خزعبلي. يعني يا ريته برقم عادي، لا ده رقم كبير جدا. طب رقم كبير جدا ماشي، انت اديت لزيزو ال 100 مليون ولا ال 80 مليون اللي هو عايزهم، اللعيبه هتدفع لها منين؟ المدرب هتدفع له منين؟ لا هو احنا عايزين زيزو. طيب هو زيزو هيلعب لوحده؟ هو مش لازم لعيبه؟ لازم مدير فني؟ لا احنا عايزين نجدد لزيزو. طيب جددوا لزيزو وسيبوا بقى بقيه اللعيبه بقى تمشي، المدرب يمشي. المدرب جاي له 140 الف دولار في الشهر، هو كان بياخد 60 مع الزمالك، فهو تقريبا اكيد هيمشي، اكيد هيمشي. ايوه خسر كمدرب في نادي الزمالك، نادي كبير نادي بطولات، بس هياخد فلوس. يعني هو المدرب هو عايز فلوس، عايز فلوس واستقرار. لا وكمان المدرب بيقول لك اللي هو كمان كان بيدفع حاجات من جيبه. يعني هو انت جايب مدرب يدفع من جيبه؟ لا، فالمدرب هو شاف مصلحته مع نادي الفتح اللي هو تقريبا الاسبوع الجاي هيكون خلاص هو المدرب رسميا، فهو شاف مصلحته ومشى. فالاداره هي اللي تتلام في الحوار ده كله، ولا تقدر تلوم ولا مدرب ولا تقدر تلوم اللعيبه اللي عايزه مستحقاتها المتاخره، انت تلوم الاداره. والحمد لله كلامه طلع صح. كنت عامل فيديو قبل كده هل زيزو يمشي من نادي الزمالك، وقلت ان زيزو الحل الامثل ليه ولاداره نادي الزمالك اللي هي تمشيه وتاخد فلوس، تشوف بقى تجيب لعيبه، تدفع مستحقات، تخلص الغرامات اللي عليها للفيفا. ده الحمد لله انا قلت دوت قبل كده وكلامي كان طلع صح. فهو كل دوت نتيجته بتحصل اهو، نتيجته بتظهر الوقت. فالحمد لله الواحد كان كلامه صح. وهنشوف الفتره الجايه في نادي الزمالك ايه اللي هيحصل، مين هيبقى المدير الفني، هل هيجيبوا حد مدير فني مصري مؤقت، الله اعلم. الخبر التاني بقى عزيزي، انا كنت قلت لك امبارح في الفيديو ان يوسف ايمن مش هيسافر مع الفريق وبره القايمه. لا يوسف ايمن طلع فعلا في القايمه وسافر مع الفريق. فهل سفر يوسف ايمن مع الفريق ان هو كده يعني كولر مقتنع بيه؟ لا طبعا كولر مش مقتنع بيه. يوسف ايمن مستواه مش احسن حاجه، فهو زي ما انا قلت يوسف ايمن اخر الموسم هيكون بره النادي الاهلي. الخبر بقى يا عزيزي التالت والاخير معانا، النادي الاهلي سافر فعلا امبارح قطر ووصل بالسلامه. وزي ما انا قلت لك ان جمهور النادي الاهلي هتستنى منه ملحمه خرافيه في الماتش بتاع النادي الاهلي ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي امبارح استقبل الفريق في المطار واغاني واحتفالات، وده العادي بتاع جمهور النادي الاهلي، كل ما النادي الاهلي يسافر في حته بتلاقي وراه جمهور بالالافات. زي ما انا قلت لك انت هتشوف ماتش النادي الاهلي سواء مع باتشوكا او مع بوتوفوجو، هتشوف جمهور خرافه، هتشوف دخلات خرافيه، وباذن الله نكسب ونصعد النهائي، وهتلاقي جمهور النادي الاهلي اكتر من جمهور ريال مدريد كمان. بس كده يا عزيزي الاهلاوي، ده كان فيديو على السريع. وما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.